السلام عليكم. بهادو الأشياء اللي راكم تشوفوا ممكن ديروا خلطة للتنعيم للتقشير. تستعملوها بعد الدوش. يعني للسيدات والبنات، ومع الترطيب تحصلوا على آه، بشرة ناعمة. يعني تتخلصوا من الجلد الميت اللي كامل نعانيه عفوا منه. نبدأ بسم الله والصلاة على رسول الله. تفضلوا راكم في المكان المناسب. هنا كأي خلطة نحتاجو ماء دافي. أنا حطيت هنا كيلة نتاع الماء والمقادير الأخرى والمنتجات الأخرى على حساب واش راح تسربيو. هذه تعطيكم واحدة الريحة تقعد في الجسم ديالكم حتى توصل حتى 48 ساعة، وتستعملوها فقط للجسم ماشي للوجه. هذه نأكد لكم على هذه النقطة. هنا حطيت كما قلت لكم كيلة متاع ماء دافي. أكيد الماء لازم يكون دافي باش نغسلوه به. هنا جل دوش اللي تسربيو، أنا نسربيو هذاك الجل دوش، أي جل دوش تسربيوه بأي ذوق. زيت مغرفة متوسطة ولا صغيرة تاع الملح يكشر وينحي الجلد الميت. الجلدوش يعطينا واحد الريحة طيبة، وأكيد لازم نستعملو ولا نستعملو صابون الجزائر. المكون الثالث نزيده هو زيت الورد. زيت الورد ولا زيت عرق السوس. عرق السوس أنا حوست عليه وما لقيتوش، عوضته بزيت الورد ولا زيت الليمون، أي زيت يعني اللي راهم يتوفروا. العلبة هذه تباع غير ب25,000 عند اللي يبيعوا الزيوت، يعني العطارين، ولا حتى في لا فارماسي. راح نحط مغرفة صغيرة كما نفس الكيلة تاع الملح. والله هذا الزيت يعطيكم واحد الريحة تهبل، ينعم ويبيض البشرة. الملح يكشر الجلدوش، يعني يعطي واحد الريحة تهبل. كما قلت لكم نعوضوه بصابون الجزائر. هذه الخلطة ديروها بعد ما تدوشوا عادي يعني في الاخر قبل ما تشللوا. هنا هذه الكرامة باش تفتح لي تفتحتها، حيت هذاك البوشوني من فوق، وعاودت جبت الكمية اللي نحتاج، وغلقوها مليح مليح باش ما يتفسد لكمش، يعني ما يفسد لكمش الزيت. والله زيت الورد يبيض المناطق اللي راهي كحلة في الجسم ديالنا، خاصة الكوعين، الركب. يعني كاين مناطق هكذا فوق اليدين فوق الوجه تغسلوا مليح في الليل. كي تغسلوا بالصابون ولا جل دوش وجهكم، ومن بعد ديروا ماء الورد، ومن بعد تمسحوا بزيت الورد وتركضوا به الصباح تغسلوا عادي. والله يعطيكم واحد البياض يهبل وجهكم. هنا المكون الرابع اللي راح يعطينا واحد الريحة تهبل ويقعد في الجسم ديالكم، نأكد للجسم ماشي للوجه، المسك الأبيض. أنا شريت هذا الصابون تاع المسك هذا، يعني طريف تاع المسك الأبيض ب35,000. تقدروا تسربيو غير شوية، تقدر كيس 5,000 تربيوه وما تخافوش دوك يدوب في الماء دافي مع الجل دوش والملح وزيت الورد. كما قلت لكم تعوضوه بزيت الليمون، زيت عفوا عرق السوس. واحد الريحة يعطيكم تهبل، وتخلطوا مليح بالفوية ولا أي حاجة. بعد ما تدوشوا خواتاتي وبناتي، ديروا بهذا الخلطة اللي عطيت لكم، خلطة للتنعيم للتبييض، تعطيكم واحد الريحة تهبل وتقعد في الجسم ديالكم حتى يومين. تقدروا تزيدوا ولا تنقصوا المقادير على حساب، يعني على حساب الجسم ديالكم، على حساب واش راح تسربيو. تقدروا تسربيوها 2 مرات في الأسبوع. راني وريت لكم هنا لا ديمونستراسيون غير على يديا، نتوما تقدروا كما قلت لكم من الرقبة حتى باقي الجسم. الوجه ما تسربيوش الجسم، عفوا الوجه هو منطقة حساسة. انا ما جربتوش في وجهي للامانة. يعني ديروا هكذا تحكوا كما راكم تشوفوا بالكاسة ديالكم ولا اللي تسربيو باش تدوشوا اكرمكم الله. من بعد تخليو هذيك الخلطة حوالي 5 دقائق حتى ل10 دقائق، من بعد تشلو عادي بالماء.
والله تعطيكم واحدة الريحة تقعد في الجسم ديالكم بسم الله ما شاء الله. يقدروا يسربيوها نساء ولا حتى رجال، ماشي يعني غير السيدات ولا البنات. أنا شلت مليح مليح، بعد تنشفوا يديكم وتجيبوا أي كريم مرطب. أنا كانت عندي نيفيا اللي مولفة نوريها لكم هي والجل دوش في فيديو سابق. ترطبوا، لازم الترطيب، وتقعد هذه الريحة فيكم بسم الله ما شاء الله. يعني وهذه الخلطة مليحة لجميع أنواع البشر، يعني ما تخافوش منها. حتى الناس اللي عندهم البشرة عفوا الحساسة، يعني ما دير لهم والو. أكيد ونيفيا ولا أي مرطب كريم مرطب يكون لطيف على البشرة. هنا ما قدرتش نكمل لكم نوري لكم باسكو كنت نصور بيد، سمحولي ونوري لكم بيد. والله واحد الترطيب واحد الريحة بسم الله ما شاء الله. أنا وريت لكم غير على يديا. شكرا لكم والسلام عليكم.